معانا أسرة النهاردة قرروا إنهم يسيبوا نيويورك وينقلوا عشان يعيشوا في الأرياف بعيد عن دوشة وزحمة المدينة. بس مش هيسكنوا في شقة أو بيت عادي، لا ده في مدرسة قديمة مهجورة من سنة 1914، يعني عمرها أكتر من 100 سنة. القصة بتبدأ لما شون كان قاعد ولقى إعلان مدرسة قديمة للبيع في مزاد علني بمبلغ 175 ألف دولار، وطبعا السعر ده كان مغري جدا بالنسبة له، وده حرفيا تمن شقة صغيرة في أمريكا. لكن المبلغ ده جاب لهم مدرسة مساحتها 840 متر مربع، ودي طبعا مساحة ضخمة جدا. بس يا ترى ايه المفاجآت اللي كانت مستنياه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على سيدنا محمد. واحنا لاحظنا ان 95% من اللي بيتفرجوا علينا مش عاملين سبسكرايب للقناة، فلو المحتوى ده عجبك اشترك معانا دلوقتي في قناة خطة، ويلا بينا نبدأ على طول. في البداية هم راحوا عشان يعاينوا المدرسة. أول ما فتحوا الباب المنظر قدامهم ما كانش دخلة مدرسة خالص. المكان كان عبارة عن خرابة حرفيا، ومن الواضح كمان إن في حيوانات وطيور عاشت في المكان ده لسنوات، والمطر كان بينزل من السقف وكأنهم لسه واقفين في الشارع بره. أما الشبابيك بقى فحرفيا ما كانش فيه أي شبابيك، كلها اتكسرت، وكمان الهوا كان بيصفر جوه الممرات كأنها مدرسة مسكونة زي اللي في أفلام الرعب. وبالنسبة للسقف فكان واقع تماما فوق الأرضية. بعد كده دخلوا الفصول ولقوا الكراسي الخشب القديمة مرمية فوق بعضها. أما العلية بقى فدي كانت أكتر مكان مرعب هناك، وكانت حرفيا عبارة عن بيت للخفافيش، والقبو كان مليان مياه راكدة وكأنك في مستنقع. وبالرغم من كل المشاكل دي لكن برضو كانوا مصرين إنهم يطلعوا كنز من ورا المكان ده. بس عشان يبدأوا مشروع عملاق بالحجم ده فكان لازم طبعا يضحوا بحاجة. المشروع ده حرفيا فلسهم وخلاهم على الحديدة، ومش معاهم فلوس حتى إنهم يسكنوا ويدفعوا إيجار في مكان وفي نفس الوقت يشتغلوا ويبنوا في مكان تاني. فيا ترى هيعملوا إيه بقى في المشكلة دي؟ فقرروا إنهم ياخدوا أطفالهم ويسكنوا في أوضة في بيت أهل شون، والأسرة كلها هتعيش في الأوضة دي لمدة سنة كاملة عشان يوفروا كل دولار لبيت أحلامهم اللي هو المدرسة. وده طبعا ضغط نفسي رهيب، وما استنوش كتير وراحوا المدرسة وبدأوا في أول مرحلة على طول، واللي هي التنظيف الخارجي. ودي كانت من أصعب المراحل حرفيا، واللي فيها شغل كتير جدا. بدأوا يهدوا الأسقف الجبسون بورد اللي اتركبت في السبعينات زمان. وهنا اكتشفوا المفاجأة، وهي إن السقف الأصلي للمدرسة كان ارتفاعه 4 متر، يعني الفصول اللي كانت ضيقة بقت وكأنها قاعات ملكية. بعد كده بدأوا ينظفوا ويشيلوا كل حاجة ملهاش لازمة، وجابوا حاويات عشان يشيلوا فيها الحاجات اللي كسروها، ومالوا حاوية ورا التانية لحد ما وصلوا ل7 حاويات. ومتخيلين يعني ايه 7 حاويات؟ يعني حرفيا أطنان من التكسير. وفي وسط شغل الهد والتنظيف لقوا السبورات السوداء الأصلية. وهنا كانت المفاجأة، السبورات دي ما كانتش عبارة عن خشب ومدهون، ده حجر طبيعي اسمه سليت وتقيل جدا وقيمته تقدر بآلاف الدولارات. فقرروا انهم مش هيرموهم وهيحتفظوا بيهم ويخلوهم جزء من ديكور المطبخ او الطرقة. وبعد شهور من التعب المدرسة اخيرا بقت نظيفة، بس لسه طبعا ناقصها حاجات كتير. لسه مفيش كهرباء ولا سباكة ولا اي حاجة حرفيا، بس على الاقل المكان بقى نظيف وجاهز انهم يشتغلوا فيه. وبما ان السقف بيسرب وحالته صعبة فكان لازم يبدأوا بيه اول حاجة عشان على الاقل يوقفوا التسريب ده. وهنا اكتشف ان قدام كارثة حقيقية، لقى العزل القديم داب والمية بقت تدخل في قلب الطوب وبتنزل وتبهدل الأرضية الخشبية. فقرروا إنهم لازم يصلحوا السقف. جاب ألواح EPDM أو عازل مطاطي وبدأوا إنهم يفرشوها على مساحة المدرسة كاملة عشان تمنع تسريب المية. نظفوا العلية كويس جدا عشان يعزلوا السقف، وبعدين فردوا العزل وثبتوه كويس جدا في مكانه. وبعد ما خلصوا السقف ومشاكله نقلوا على طول على شغل السباكة. مواسير المدرسة دي ما كانتش مواسير سباكة عادية، دي مواسير حديد زهر ضخمة من سنة 1914. والمواسير دي يا جماعة مع الوقت بتتسد من كتر الرواسب اللي فيها، والمنظر جواها بيبقى مقرف جدا. ولازم يغيروا شبكة المواسير اللي بتخدم على الفصول والحمامات دي كلها ويستبدلوها بمواسير بلاستيك جديدة. بس المشكلة انه ما كانش عارف يتعامل ازاي مع شبكة السباكة. فتح يوتيوب وبدأ يتفرج على فيديوهات تعليمية ويتعلم السباكة. وأول حاجة كان لازم يعملها هي انه يكسر أرضية القبو الخرسانية عشان يمد مواسير الصرف الجديدة. والمرحلة دي طبعا ما كانتش سهلة خالص، كان بيحفر وسط الطين والضلمة وبالمنشار الكهربائي بيقطع المواسير القديمة المصدية. وكل مكان بيقطع واحدة فيهم بيكتشف مخلفات متراكمة بقالها سنين جوه المواسير دي زي ما كنت بقول لكم. بس في الآخر
قدروا انهم يكونوا شبكة حديثة بتغذي البيت كله بمية سخنة وساقعة وضغط مية محترم. والمدرسة كان فيها شبابيك كتيرة جدا، بالظبط حوالي 55 شباك متوزعين على المدرسة كلها. بس المشكلة ما كانتش هنا، المشكلة هي انهم طلبوا شبابيك معمولة مخصوص بمبالغ خرافية، وفضلوا مستنيين شهور لغاية ما توصل لهم. ولما الشبابيك أخيرا وصلت وركبوها كانت الكارثة الحقيقية. الشبابيك جت بمقاسات مش مظبوطة وجودتها كانت سيئة جدا. ومش بس كده، ده الأخطر كمان إن المية بتتسرب من تحتها وتغرق الجدران والأرضية. وهنا لقوا نفسهم في صراع قانوني مع الشركة والمقاولين. ده غير إنهم اضطروا كمان إنهم يفكوا كل الشبابيك ويركبوها تاني وتالت، بس كل ده بدون فايدة. والمرحلة دي كانت هتخليهم ينهوا المشروع ويبيعوا كل حاجة ويوقفوا شغل تماما. أما بالنسبة لفتحات الشبابيك فغطوها بمشمع بلاستيك. وبعد اليأس اللي كان في موضوع الشبابيك ده كان لازم يقوموا ويكملوا ويحلوا مشكلة التدفئة. طبعا بيت بالحجم ده في الشتاء ممكن يصرفوا مبالغ كبيرة جدا على الغاز اللي بيستخدم في التدفئة، فقرروا انهم يتعاملوا مع المشكلة دي ويعملوا عزل كلي للبيت. جابوا متخصصين رشوا البيت كله بفوم عازل، والفوم ده سد كل الشقوق وما سابوش سنتي حرفيا الا ورشوا فيه، لغاية ما البيت كله بقى معزول بالكامل وبقى بيحافظ على الحرارة جواه وبيمنع البرد انه يخش من بره. وده خلاهم يحسوا بدفى وهم جوه البيت. والمرحلة دي خدت منهم 2 من عمرهم، والسنتين دول بيصلحوا فيهم الحاجات اللي كانت بايظة في المبنى بس من الناحية التانية الإيجابية الهيكل تقريبا بقى جاهز، والبيت بقى فيه كل الأساسات بتاع المية والكهرباء وكمان معزول كويس جدا. ودلوقتي بقى يجي وقت الديكور. في البداية المدرسة دي كان فيها حوالي 23 باب خشب أصلي من سنة 1914، ودول طبعا بقالهم أكتر من 100 سنة، فأي حد طبيعي كان ممكن يرميهم ويجيب أبواب جديدة بدلهم تكون جاهزة ونظيفة. لكن هنا أصروا إنهم يشتغلوا بيهم ويحولوهم من مجرد قطع خشبية قديمة لأبواب شكلها كلاسيكي وحلو جدا. مسكوا 23 باب وبدأوا يصنفروهم كويس جدا باب ورا التاني، والمرحلة دي خدت منهم أسابيع من الشغل المتواصل. ما بيعملوش حاجة غير إنهم يشيلوا طبقات الدهان والورنيش. وبعد الصنفرة ظهر جمال خشب الصنوبر القديم، ودهنوا الأبواب عشان يدوا للبيت لمسة عصرية، وركبوا لهم مقابض نحاسية. وبعد ما خلصوا الأبواب بدأوا إنهم يركبوهم مكانهم. لما ركبوا أول باب في مكانه منظره كان مبهر جدا، والأهم هو إنهم قدروا يحافظوا على التراث القديم ويحولوه لتحفة فنية. وبعد ما خلصوا الأبواب بدأوا يركزوا على الأرضية، واللي كانت كلها معمولة من الخشب الطبيعي. وزي ما قلنا في أول الفيديو فالأرضية كانت غرقانة مية وعفن ورطوبة. بس دلوقتي جه وقت التنظيف. جابوا ماكينة الصنفرة وبدأ يصنفر أول وش من الأرضية. وطبعا أرضية بقالها أكتر من 100 سنة ومع عوامل الرطوبة دي طبيعي إنها تكون باظت، وهم كانوا خايفين جدا من الجزء ده. بس المفاجأة بقى هي إن الأرضية كانت لسه بنفس قوتها وما تأثرتش بأي حاجة. وبمجرد ما خلصوا صنفرة دهنوا الأرضية بطبقة حماية خفيفة، والأرضيات بقت بتلمع تحت الشمس اللي داخلة من الشبابيك الضخمة. أما الكنز اللي لقوه وسط الركام بقى هو بطل المرحلة دي، الصبورات الحجرية، واللي هتتحول لجدران كاملة ركبوهم في المطبخ وكمان في الطرقة الطويلة اللي بتوصل للفصول. والظريف هنا بقى إنهم يقدروا يكتبوا عليها اللي هم عايزينه، وممكن كمان الأولاد يرسموا عليها. والحركة دي خلت البيت يحافظ على هويته كمدرسة بس مصمم بطريقة ذكية وجميلة جدا. بعد كده بدأوا يجهزوا الدهان، وهنا عشان يوفروا في الميزانية فقرروا إنهم يشتروا دهانات معاد تدويرها، ودي دهانات جودتها عالية بس كانت باقية من مشاريع تانية. بدأوا إنهم يخلطوا الألوان مع بعضها عشان يوصلوا للون اللي هم عايزينه، واللون ده هو مزيج بين الرمادي والبيج. دهنوا المساحات الضخمة دي بميزانية بسيطة جدا، والنتيجة كانت مبهرة. جدران الطوب الأحمر القديمة اختفت وظهرت مكانها جدران ناعمة وبسيطة بتعكس النور في المكان كله. وبكده الطرقة اللي كانت مليانة دوشة طلاب زمان بقت مكان هادي وشكله شيك جدا. وكمان علقوا صورة قديمة للمدرسة ولقوا التاج النحاسي اللي كان على بوابة المدرسة زمان، فنضفوه وعلقوه كأنه قطعة أثرية. وعارف بقى أفلام الرعب لما البطل بينزل للقبو عشان يعرف مصدر الصوت ده إيه؟ ده بالظبط كان حال القبو بتاع المدرسة دي. مكان مساحته ضخمة جدا بس في نفس الوقت ضلمة ومليان خيوط عنكبوت ومية مالية الأرضية وكأنها مستنقع. والمكان حرفيا عامل زي المتاهة من كتر المواسير المصدية وماكينات التدفئة القديمة العملاقة اللي من أيام الحرب العالمية الأولى. وتفتكروا بقى هيعملوا إيه بكل المساحة دي؟ كان قدامهم حاجة من اتنين:
إما إنهم يقفلوا المكان ده بالخرسانة وينسوه خالص، أو إنهم يستغلوا المساحة دي بأفضل شكل ممكن ويحولوه لأكبر منطقة ترفيه ممكن تشوفها في بيت خاص. وده طبعا كان الخيار الأفضل بالنسبة لهم، لأن فكرة عدم استغلال كل المساحة دي فهو جريمة معمارية، وقبل أي حاجة كان لازم إنهم يجهزوا المكان كويس. في البداية بدأوا ينشفوا المكان من كل المياه اللي فيه. شون ركب نظام مضخات بتشفط المياه، وده عشان يشفط المياه اللي كانت بتتسرب من تحت الأرض. وفي الآخر الأرض نشفت وريحة العفن اللي كانت موجودة في المكان بدأت تتغير. وكمان قرروا إنهم يحولوا جزء من القبو لغرفة غسيل، والمكان مش مجرد غسالة في ركن، لا دي أشبه بمغسلة كبيرة. ركبوا غسالات ومجففات عملاقة، وعملوا أرفف خشبية متفصلة مخصوص عشان تشيل لبس العيلة كلها. وكمان خلوا المكان منور بلمبات ليد قوية بدل العتمة اللي كانت قبل كده، ودهنوا المكان كله بلون أبيض. وكمان عملوا مكان للسهر ومقابلة الأصدقاء. اختاروا أبعد ركن في القبو وسابوا الطوب فيه على أصله وما دهنوهوش، ونضفوها بالرمل والضغط العالي عشان تبان العروق الأصلية للطوب. وركبوا إضاءة تكون هادية، وجابوا بار خشب قديم ورمموه بنفسهم، وكمان جابوا كراسي جلد فخمة، وبكده يكونوا عملوا مكان رايق للسهر. وبما إن المساحة كانت كبيرة فكان لازم إن الأولاد كمان يكون ليهم نصيب منها. قرروا إنهم يعملوا لهم ملاهي صغيرة أو منطقة لعب للأطفال. شون استغل العوارض الحديدية القوية اللي موجودة في السقف وعلق فيها مراجيح وشبكة حبال عشان يتسلقوا عليها، وغطوا منطقة اللعب بالكامل ببلاط فوم ملون، وده وظيفته إنها تمتص الصدمات عشان لو حد من الأولاد وقع ما يحصلوش حاجة. وأنا شايف إن هم قدروا يستغلوا مساحة القبو بشكل حلو جدا. ونيجي بقى لأهم مكان في البيت، وهو المطبخ. في المبنى الضخم اللي معانا النهاردة المطبخ ما كانش عادي. المطبخ هنا كان واخد مساحة فصل كامل، وأول حاجة مبهرة كانت الآيلاند اللي في النص وطولها حوالي 3 متر، ودي كانت مصممة إنها تكون مكان لتحضير الأكل والفطار والشغل كمان. واختاروا لون أخضر غامق للعلب بتاع المطبخ مع مقابض نحاس، وده كان متماشي مع الأرضية الخشب الطبيعية، واللون ده كمان تحسه كده بيدي إحساس بالفخامة. وأهم حركة عملوها في المطبخ، لو فاكرين السبورات السوداء اللي لقوها في الأول، فهم جابوها هنا واستخدموها كباك سبلاش في الجدران ورا الحوض والبوتاجاز. وده حجر طبيعي زي ما قلنا، وبيستحمل الحرارة والمية بشكل كبير جدا، ده كله بجانب الشكل الفخم بتاعه. وكمان يقدروا انهم يكتبوا وصفات الطبخ عليه وهم بيطبخوا. ومش بس كده، دول كمان دمجوا المطبخ مع الصالون والليفنج روم، والتصميم ده كان الهدف منه ان يكسر فكرة المطبخ اللي هو عبارة عن أوضة لوحده ومقفولة، وخلى فيه حرية أكتر في المكان، بحيث ان اللي شغال في المطبخ ما يكونش معزول عن الناس اللي قاعدين بره. يعني تخيل انك في المطبخ وبتعمل كوباية شاي مثلا، وشايف أولادك وهم بيلعبوا في آخر الصالة بره، وبتكلم مراتك اللي قاعدة تتفرج على التلفزيون في الليفنج روم. أما المنطقة بتاع الأكل أو الدايننج روم فجابوا ترابيزة خشب كبيرة تقدر إنها تكفي عزومة كبيرة وتشيل عدد أفراد كبير، وفوقيها نجفة بستايل قديم نازل بسلاسل طويلة. وعشان المطبخ يفضل نظيف ومترتب عملوا فيه مخزن مستخبي ورا باب من البيبان اللي رمموها، هيحطوا جواه كل الخزين بتاع البيت والأجهزة والكراكيب وكل حاجة مش عايزينها أو مش بيستخدموها بشكل يومي. وعملوا جنبه ركن للقهوة عبارة عن مطحنة ومكنة اسبريسو وأنواع بن من كل حتة. وحرفيا المطبخ بقى شكله تحفة حرفيا. وبعد ما خلصوا المطبخ طلعوا فوق المبنى وعجبهم جدا المنظر قدامهم، وقرروا انهم مش هيصلحوا السقف بس، لا ده كمان هيعملوا روف او منطقة قاعدة على السطح. وطبعا الموضوع ما كانش سهل او بسيط، لانهم هنا بيبنوا فوق مبنى قديم جدا بقاله اكتر من 100 سنة، فكان لازم يتأكدوا ويدعموا السطح كويس جدا عشان يقدر يشيل العفش وكل الأحمال اللي هتبقى فوقه. بس الأهم من كل ده إنهم يعزلوا السطح كويس جدا عشان يمنعوا أي تسريب مية ممكن يحصل. عشان كده بدأوا يحطوا على السقف مواد عزل قوية جدا وفوقيها طبقات من الخشب المعالج عشان يستحمل تقلبات الجو في المنطقة دي. ولما المكان بقى جاهز حطوا فيه كراسي وعملوا قعدة لذيذة فوق عشان يشوفوا منها الأراضي الزراعية اللي قدامهم. وشغلهم ما كانش بس جوه البيت، لا دول كمان قرروا انهم يعملوا غابة صغيرة جنبهم. المدرسة دي كان حواليها 3 فدادين أرض، بس هم ما كانوش عايزين يعملوا مجرد جنينة فيها شوية نجيلة وخلاص، كانوا بيخططوا انهم يعملوا غابة صغيرة من الشجر تكون جنب البيت. والشجر ده فايدته ان هو يحميهم من الهواء الشديد وتكون زي درع طبيعي كده. جابوا جرارات وبدأوا يمهدوا الأرض اللي كانت مليانة حفر وبواقي بناء قديم، وهيحولوها اللاندسكيب يليق بالقصر اللي بيعملوه. والموضوع ما كانش سهل أبدا، لأنهم بدأوا يزرعوا 60 شجرة بنفسهم، والأشجار دي كلها كانت محلية
عشان يقدر يعيش في الجو بتاع المنطقة. والأشجار دي بتعمل سور طبيعي بيحميهم من الهواء الشديد في الشتاء، وفي نفس الوقت بتديهم خصوصية عشان محدش يقدر يشوفهم من بره. والبيت دلوقتي بدأ ياخد شكله النهائي، بس لسه الحكاية ما خلصتش. وبعد كده راحوا للواجهة الخارجية بتاع المدرسة، أو خلونا نقول بقى البيت بتاعهم، وهي كانت باهتة جدا ومليانة تراب. وده طبيعي جدا لأن المدرسة كانت مهجورة بقالها سنين. شون قضى أيام فوق السقالات وهو بينظف الطوب ده حتة حتة باستخدام جهاز رش المية بالضغط. وبعد شوية تنظيف كان لازم يرمم الفواصل الأسمنتية اللي بين الطوب عشان يحميه من التآكل. واختاروا البرور بتاع الشبابيك، ودي الفريمات اللي حوالين الشبابيك يعني، تكون متماشية مع الطوب الأحمر والشبابيك السوداء اللي ركبوها. وبعدين راحوا للمدخل نفسه بتاع البيت. المدخل ده اتصمم بطريقة بحيث انها تحافظ على شكل المدخل الرسمي بتاع المدرسة، بس بلمسة كده يعني تليق بالقصر بتاعهم. ركبوا كشافات إضاءة بتنور الواجهة كلها بالليل، وكمان ركبوا إضاءة شيك جدا على الجانبين، وحطوا زرع قدام الباب. وحرفيا المبنى بدأ يتحول من مدرسة مهجورة لقصر كلاسيكي فخم جدا. والمبهر كمان ان هم استغلوا كل ركن في المبنى لدرجة انهم عملوا حديقة مطبخ ورا البيت، وده عبارة عن احواض خشبية زرعوا فيها كل انواع الخضار والاعشاب اللي بيحتاجوها في المطبخ. وده ما كانش بس عشان الطبخ والاكل الصحي، ده كان جزء من اللايف ستايل الجديد بتاعهم بتاع الريف، وكمان عشان يعلموا الاولاد ازاي يزرعوا ويحصدوا. والموضوع مبهر جدا الصراحة. دول ما عملوش بس مجرد بيت للسكن، هم حرفيا بنوا عالم خاص بيهم. ودلوقتي وصلوا للمرحلة اللي بيبصوا فيها كده على المكان قبل وبعد ويقولوا احنا ازاي عملنا كل ده. وتعالوا ناخد جولة في المكان ونبدأ من الطرقة، واللي كانت قبل كده عبارة عن نفق ضلمة وريحة عفن ملياه، أما دلوقتي بقت ممر فخم جدا، والجدران شكلها حلو جدا، والأرضية الخشب بتلمع وكأنها لسه متركبة امبارح. وطبعا كل مدرسة لازم يكون فيها جرس، دي كمان فيها جرس كبير قديم ومصدي ومركون فوق السطح، ومحدش كان بيقرب له بقاله سنين. بس شون صمم انه يرجعه من تاني وبدأ ينضفه ويصلحه. قعد ايام يفك في التروس والجنزير بتاع الجرس، واستخدم آلة تلميع ولمع النحاس لغاية ما بقى بيلمع زي الذهب، وركب كل حاجة مكانها من تاني. ولما بقى جاهز بدأ يشد الحبل بتاعه وضرب الجرس وخلاه يشتغل من تاني. طبعا انتوا مستنين تعرفوا باقي الفصول هيعملوا فيها ايه. تعالوا اقول لكم. احنا معانا دلوقتي عدد فصول كبير جدا، فقرروا انهم يستغلوا الفصول الباقية ويحولوها لغرف ضيوف زي نظام الفنادق كده بالظبط. وكل فصل منهم بقى عبارة عن شقة صغيرة. وهم كده مش بس عملوا بيت ليهم، لا دول عملوا بيت يساع من الحبايب 1000. والأوض دي فيها نفس السقف العالي اللي ارتفاعه 4 متر ونفس روح المدرسة، بس العفش وكل حاجة بقت مودرن، والإضاءة دافية وجميلة جدا. وأي حد هيبات في الغرف دي هيحس إنه عايش في فندق 5 نجوم مش في بيت عادي خالص. وكمان الشغل بتاع شون ومراته معتمد بشكل كبير جدا على الإبداع. وأحلى حاجة إن هم سابوا في كل ركن جزء من أيام المدرسة القديمة، يعني مثلا إنهم سابوا جزء من الجدار اللي من الطوب الأحمر وخلوه مكشوف زي ما هو وسط الدهان المودرن بتاع المكان. وكمان حافظوا على مقابض الأبواب النحاسية التقيلة القديمة، ده غير دواليب الطلاب القديمة نظفوها وبقت مكان لتخزين الجواكت والشنط في المدخل. والتفاصيل الصغيرة دي هي اللي خلت البيت ملوش مثيل حرفيا، لأنه مش معمول كوبي بيست من كتالوج مثلا أو من باقي البيوت اللي حواليهم. لا ده بيت ليه روح وكمان وراه قصة، يعني مش بيت عادي خالص. ورحلة تحويل المدرسة دي البيت استمرت لمدة 4 سنين بحالهم. والموضوع طبعا ما كانش سهل وكان مكلف جدا، وكان محتاج تخطيط ودراسة وشغل كتير جدا، لكن النتيجة الصراحة مبهرة جدا. وزي ما شفنا في أول الفيديو فالمدرسة حرفيا كانت خرابة، عفن ورطوبة ومية مغرقين كل المكان، وتحولت لبيت هيعيشوا فيه طول حياتهم. ودلوقتي بقى وصلنا لأهم جزء في الفيديو واللي هكشف لكم فيه عن الأسرار بتاع المشروع ده. 175 ألف دولار، فاكرين الرقم ده؟ بالظبط الرقم ده كان السعر اللي اشتروا بيه المدرسة في المزاد. دلوقتي التكلفة النهائية بقت 3 أضعاف الرقم ده، يعني حوالي $500,000. متخيلين كنا فين وبقينا فين؟ وده رقم كبير جدا الصراحة. هما كانوا شارينها بسعر قليل جدا على المساحة دي كلها، بس كان في حاجات كتير قوي مستخبية وكان لازم ياخدوا بالهم منها، من أول التنظيف وتركيبات السباكة والكهرباء وكمان الدهان والشبابيك اللي جات لهم بايظة. كل ده عشان يقدروا انهم يوصلوا للتحفة الفنية اللي وصلوا لها في النهاية. وفي نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، وهي انك لازم تعرف امتى تعمل الحاجة بنفسك وامتى لازم تجيب صنايعي يعملها. في المشروع ده شون عمل حاجات كتير قوي بإيده ووفر آلاف الدولارات،
بس في حاجات تانية قرر إن هو يستثمر فيها ويجيب صنايعي متخصص وفاهم عشان يعمل الشغلانة دي صح، زي موضوع رش الفوم مثلا أو تأسيس الكهرباء الرئيسية. طب شون وعيلته كانوا عايشين فين وهم شغالين على المشروع ده؟ لو فاكرين في أول الفيديو أنا قلتلكوا إن هم عاشوا في الأوضة بتاع شون في بيت أهله، وده كان لمدة سنة. بس الموضوع كان مسبب لهم ضغط نفسي كبير، ده كمان غير قلة الخصوصية طبعا. لذلك قرروا إنهم ينقلوا ويعيشوا في موقع المدرسة نفسه. والموضوع ما كانش سهل أبدا، وكان كله معاناة، زي إنهم مثلا كانوا بيطبخوا على بوتاجاز رحلات، وحنفيات المية ما كانتش شغالة في المكان، فكانوا بيملوا جراد المية ويتعاملوا بيها. ده غير إنهم قضوا شتاء كامل بيناموا في فصل من فصول المدرسة بدون شبابيك، وده في عز البرد. وده كان بسبب مشاكل الشبابيك اللي مقاساتها كانت مش مظبوطة وكانت بتسرب مية. بالمناسبة الشبابيك دي رجعوها تاني للشركة وجابوا شبابيك تانية بدلها. بس في الآخر وبعد كل المصاريف والسنين دي بقى معاهم بيت قيمته السوقية تعدي $1,000,000 مستريح. يعني تعبهم ده كله في الآخر جه فايدة، ويقدروا إنهم يحولوه لثروة ليهم. أما الجيران بتاعهم بقى كان في ناس كبار من سكان القرية عندهم 70 و80 سنة، ودول كانوا في يوم من الأيام تلاميذ في المدرسة دي. كانوا أوقات كده بيخبطوا عليهم ويطلبوا إنهم يدخلوا ويتجولوا في المدرسة ويستعيدوا ذكرياتهم من تاني. وبس كده خلص المشروع بتاع النهاردة. قولولي إيه رأيكم فيه، وهل كان يستاهل كل التعب ده ولا لأ؟ واكتبولي في الكومنتات لو في مشروع معين عايزينه وأنا هعمله مخصوص ليكم. ولو وصلت لحد هنا فأكيد الفيديو ده عجبك، فاعمل لايك دلوقتي للفيديو واشترك معانا في قناة خطة، واشوفكم الفيديو الجاي.